السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. انتهى مباراة أسود الأطلس المنتخب المغربي أمام منتخب تشاد في ربع نهائي كأس أفريقيا للميني فوتبول ليبيا 2025. تعرفين المنتخب المغربي أول مرة يكون حاضر في هذه البطولة، وبكل قدارة وبكل امتياز وبكل إصرار وبكل عزيمة زي ما متعودين على المنتخبات الوطنية المغربية. حاضر وبقوة ويقدر وقدر يوصل إلى نصف نهائي هذه البطولة على حساب منتخب تشاد حامل لقب 2018 من المنتخبات القوية. ومن قبل في المباراة اللي كانت جمعته في صدارة المجموعة من منتخب غانا، وقدر أيضا يتفوق على منتخب غانا وتصدر مجموعته، ولعب النهاردة أمام منتخب تشاد وفاز بنتيجة 3-0. فاز بنتيجة 3-0 وهيضرب موعدا إن شاء الله. لسه هينتظر مباراة غدا إن شاء الله مع منتخب، هيلاعب في مباراة غدا موريتانيا وتنزانيا. اللي هيفوز هيكون في مقابلة المنتخب المغربي في نصف نهائي هذه البطولة. ومنتخب المغرب وصل رسميا إلى كأس العالم في أول مرة حضوره في هذه البطولة. صراحة نحيي الكابتن فوزي لقجع وكل المسؤولين على الكرة المغربية لما قدروا يجمعوا لنا منتخب من 10 شهور فقط ومتواجد حاليا في نصف نهائي بطولة الميني فوتبول في ليبيا، ويتصدر ويتفوق ويخرج بطل نسخة 2018 منتخب تشاد. مش منتخب سهل، منتخب من المنتخبات القوية، لكن منتخب ليبيا المنتخب المغرب دايما حاضر وبكل قوة. النهارده منتخب ليبيا قدر يفوز ايضا. منتخب ليبيا اللي هو طبعا منتخبنا العربي الشقيق متواجد ايضا في نصف النهائي بعد فوزه على منتخب غانا بنتيجة 2-1. وايضا هينتظر مباراة غدا ان شاء الله كوتوفار وغينيا هم هيلعبوا في مباراة ربع النهائي، واللي هيفوز هيقابل منتخب ليبيا في مباريات نصف النهائي. كل التوفيق لأسود الأطلس، كل التوفيق أيضا للمنتخب الليبي اللي الكل متوقع اللي هيكون نهائي بين الأشقاء منتخب المغرب ومنتخب ليبيا في نهائي الميني فوتبول ل 2015 في ليبيا. كل التوفيق للمنتخب المغربي إن شاء الله في أول نجمة في هذه البطولة، والكل التوفيق بإذن الله والوصول للمباراة النهائية ويكون حامل اللقب الغالي لهذه البطولة، اللي هو صراحة لفت أنظار الجميع بالمستوى المميز والمستوى اللي لعب بها المنتخب المغربي لأول مرة في هذه البطولة. كل التوفيق إن شاء الله تعالى. شكرا لحضراتكم، تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.